كيفكن؟ هذا تاني فيديو بسلسلة 30 فيديو خلال شهر رمضان. فيديو اليوم بدنا نحكي عن مسلسل فايتنج 1 اللي نازل جديد. بس قبل كل شيء اشتركوا بالقناة، حطوا لنا لايك واكتبوا لنا تعليق حلو مثل وجوهكم الحلوة. إذا كنت جديد على القناة بحب أقول لك يا عزيزي إني عامل مسابقة، كل اللي عليك اشترك بالقناة وتبعت القناة أو الفيديوهات لرفقاتك. آخر الشهر إن شاء الله راح أعمل السحب. خلونا نبلش. خلونا بالاول نتعرف على الشخصيات. لعنا اول شيء ادم، اظن هذا هو صاحب المنتج او المخرج او اللي هو يعني كلها الشخصية البارزة لانه حاطط صورة لحاله وحركات. يعني عنا هون عزة زعرور واسلام ريس مروان، هذا ما بعرفه بس نسيت شو كان اسمه، هذا نفسه اللي بيسافر اكيد عرفته. يعني لانا ولين ورغدك وسارة. خلونا بالاول نشوف الاعلان الرسمي للمسلسل لاني ما بعرف عنه ولا اي شيء ولا اني شايفه لهلا، يعني كاني بدي اعمل عليه ردة فعل اول مرة حتى نفهم يعني مع بعض. والله الاعلان فخم فخم، يعني فخم لدرجة انا بدي الاقي المجرم اكثر مما انت بدك تلاقيه. بأسفنا ابلاغكم بانه لقينا شخص غرقان في مسبح. اللي بين معي انه المسلسل بدور عن انه في جريمة ومحقق وبدهم يعرفوا مين اللي مرتكب هالجريمة، على حسب ما بين معي لحد الان انا حسب الاعلان اللي شفته. خلونا هلا نفوت نشوف اول حلقة ناشرينها. إيه لا، فيديو كله طوله 3 دقائق والمقدمة لحالها نص دقيقة. هي المشكلة اللي أنا بدي أحكي عليها هلا، والحلقات كتير قصيرة قصيرة كتير يعني. وصح مونتاج حلو وسينماتيك وكل شيء، بس الحلقات كتير قصيرة. يعني أول حلقة 3 دقائق، هلا فتت شفت الحلقة الثانية 5 دقائق، كتير كتير قصار. يا جماعة قبل ما نكمل، يعني ما شاء الله واضح، أنا حسب لهلا ما شفت تصوير كتير ممتاز والألوان كتير سينماتيكية. يعني الله شلون الألوان كتير مريحة للعين، تصوير كتير سينمائي، يعني واضح رح يكون ناجح ناجح ألف. جيبوا له جيرل فريند قاعد لحاله متوحد عم ياكل جاتو لحاله. لقيتوا شيء؟ دورنا بكل مكان بس ما في شيء واضح. الكاميرات؟ ما لقينا ولا كاميرا. غريب، لحاله ولا عن طريق حدا؟ بس صراحة الطريقة اللي عم بيصوروا فيها كتير كتير حلوة.
والغموض اللي عم بيحطوا المشاهد فيه كمان كثير حلو. فلل باحتفالات راس السنة، وبناء على الإدلاءات الأولية والتحقيقات اللي سويناها لقينا إنه في 7 أشخاص مشتبه فيها. ليندا، لانا ولين اخذين شخصية باسماء كيندا وليندا. حلو. كندا، لين، حازم، اسلام ابدا مو لابق له الاسم، اسلام وحازم حكيم، ابدا. يزن، وولت. نطلب من الكل التواصل مع الجهات المختصة إذا أي حدا عنده معلومات إضافية لكشف تفاصيل للصف. حلو، لحد الان فهمنا شيء. صارت جريمة باحدى من الفلل تبعات عيد راس السنة. الشخصية الميتة ما عرفنا مين هي، لكن في 7 مشتبه فيهم. خلونا نشوف الحلقة الثانية لنفهم اكثر. ليندا وكندا، كيندا وكيندا متوترين ألف. والله الجو اللي بالمسلسل مو طبيعي. لحد يدقق على شكلي لاني وقفت التصوير لانه انقطع النت، وعم كمل لكم بالليل عشان تعرفوا قديش اني عم تعذب يعني. عرفتوا عليه؟ لو انا قاعدين عم يحكوا شلون تعرفوا على هذا الشاب اللي قتلوه. هن مو هن اللي قتلوه يعني، لهلا ما بيعرفوا مين القاتل، بس عم يحكوا. شوف نحن يعني اللقطات المهمة. ليش تقطع؟ ايش فيه؟ شو عم يصير؟ ايش قطع؟ رغدة عطتك صوت، الله يعين اللي حاطط سماعات. هي أول لقطة لحازم ويزن اللي هو غيث مروان. أظن هي أول لقطة بيطلعوا فيها هن. طيب بخصوص الكهرباء، غريب هيك تنطفى عندكم بالعادة؟ لا اطلعوا هن اصحاب الفيلا يعني بالعاده ما بتقطع عندهم الكهرباء. فهمتوا كيف؟ شو رايك نحكي الجروب ونعمل حفله اليوم كمان؟ بس عملتها كثير. بس تقابلنا لما كنا بالصف الثاني بالمدرسه، كان علينا امتحان. آدم، لازم تشوف هالشي بعينك. كل اللي بالفيلا وصلهم كرت دعوة لونه أبيض إلا شخص واحد وصله كرت دعوة لونه أسود. هلا هون اللغز. بدنا نعرف مين. مش حاسس حالي محلل للمسلسل. خلونا نشوف نحن ونعرف مع بعض يعني. انا ما بعرف، انا بس عم بعطي ردة فعلي على المسلسل مو أكتر. أنا اللي فهمته من الفيديو، لانه انا ما راح اعرض لكم لانه الباقي كله عبارة عن عياط ومجادلات وما بعرف شو. بس الغلط الوحيد اللي عم بيصير هلا انه الحلقات كتير قصيرة، وبالاخير بحطوا المشاهد بتشويق وبتخلص الحلقة. بس هذا اللي عم بيصير. وبس هذا كان فيديو اليوم. اكتبوا لنا آراءكم بالتعليقات. بدي اخبركم السلسلة وللأسف راح تصير 15 فيديو. سبب لانه ما عم لحق مونتاج، والفيديوهات طور عم ببعتهم على دفعتين لحتى منتجهم على الجهاز الثاني. يعني كثير لبكة، وما بظن ابدا اني لحق بيوم واحد. ولكن بالمقابل راح تكون الفيديوهات طويلة باذن الله. يعني ما راح نزل 5 دقائق 4 دقائق، 8 دقائق وما فوق. بس راح احط لكم حسابي على الانستغرام هون، اعملوا لي متابعة، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.